دفاع مندي على مرتين احسن ما فعل بالقروي. عبيد ضايع الكرة بالخطأ من بالقروي. من هناك محاولة للمنتخب الموريتاني يحاول المرور خطير. بدا هناك وضربة جزاء. ركلة جزاء لمنتخب موريتانيا. بالقروي الحل الوحيد دائما هو ارتكاب الاخطاء على هذا المستوى. نعم خطأ فادح من بالقروي بعدما يعني الكرة كان حاب يمررها لغلام بالخطأ. الكرة الأولى نعم جمال بالخطأ صحيح، لكن اللاعب نتيس حمادو نعم في صراع واحد ضد واحد يعني مركز. شوف ياخذ الكرة يمشي بها يرغم اللاعب لارتكاب خطأ وتمكن انه ياخذ ما كان يبحث عنه. ركلة جزاء صحيحة بعد خطأ داخل منطقة العمليات أو قاعدة العمليات منطقة الجزاء من بالقروي لمنتخب موريتانيا. ركلة الجزاء في التنفيذ ركز على المنفذ يزيد العيد الحسن أمام عاسلة ملك في شباك في مرمى المنتخب. واحد مقابل لا شيء لمنتخب موريتانيا في الدقيقة 18. وفرحة كبيرة عند دكة البدلاء جمال. الظهير الايسر يسجل اول اهداف المباراة لمنتخب موريتانيا بعد النجاح. نعم لما نشوفوا يعني المردود تاع المنتخب الموريتاني نقول انه المردود كان واحد من اللاعبين المتألقين والممتازين وهو لاعب دولي ملعوب. الكرة من هناك تغطية من الدفاع يخرج الكرة الى ركنية. الحل من الطويل والقوي ديارا. حضور بدني كبير من مدافع المحوري لاعب ديارا. في كل مرة موجود سفير طيدان. القائم الأول ملعوبة من هناك والهدف. تعديل النتيجة للمنتخب الجزائري بكرة بلمسة أولى وثانية. هني سنشاهد بالعرض البطيء أولى هني والكرة في شباك الحارس إبراهيم سليمان. طيدار بعدما سدد كرة زاوية من لاعب طيدار لاعب هني يطلب الكرة ويعني يضرب الكرة بالعقب. شوف بالعقب تمر يعني في وسط كتلة من دفاع. نعم تمويه من مندي. تعديل النتيجة في مكان عبيد بحيث الجاهزية والمنافسة. أيضا عبيد شارك مع فريقه في عدة مباريات في 15 و 14 مباراة. نعم كان حاضر في جل مباريات فريقه إذا أنه خلاه أنه يكسب عدة دقائق في أرجلتاو. كرة خطأ أمام الكرة سفير طيدان. البحث عن بنجاح البحث عن رأسية من هناك والثاني بنجاح بالضمادة بالضمادة جمال. نعم بنجاح يسجل الهدف الثاني للمنتخب الجزائري براسية وهو في هذه الحالة والوضعية بعد الإصابة. رغم الإصابة حتى التمرير من طيدار كان دقيق مضبوطة والتمركز تاع بونجاح كذلك كان أحسن بالمسطرة جمال. والهدف الثاني لبونجاح واحد من تسلل وواحد يحسب. هدف صحيح من بونجاح برأسية في زاوية صعبة على الحارس إبراهيم سليمان. يمنح الأفضلية الآن للمنتخب الجزائري. الشوط الثاني المنتخب الجزائري أحسن بالقدم القوية في شباك الحارس إبراهيم سليمان. الثالث للمنتخب الجزائري في الوقت البدل الضائع من هذه المباراة الودية. الكرة كانت ملعوبة كاملة ينبغي على الجهة اليسرى وين لعب هني يطلب الكرة كان يستنى مساندة. شوف ينتظر في المساندة بونجاح يجي المساندة كرة إلى بن طالب اللي كذلك جاء مسافة من الخلف متابعة ويتمكن أن يسدد الكرة في القائم الثاني بالرجل اليسرى. هني يقدم كرة ثانية من بونجاح ثالثة من بن طالب في شباك الحارس. فريقنا الوطني في الشوط الثاني أحسن.